عايز تقدم في معهد السينما بس مش عارف ازاي تجهز لاختبارات القبول، مش عارف ايه هي اصلا اختبارات القبول بالمعهد العالي للسينما. يبقى انت وصلت للفيديو الصح. انا حازم مصطفى، سيناريست ومخرج وخريج المعهد العالي للسينما، وفي برنامجي كادر مصري بعمل سلسله من الفيديوهات علشان اقول لك فيها ازاي تقدم في معهد السينما وازاي تستعد لاختبارات القبول بالمعهد العالي للسينما. جاهز نبدا فيديو النهارده؟ يبقى يلا بينا. اولا، ايه هي اختبارات القبول بالمعهد العالي للسينما؟ الاختبارات بتتقسم لثلاث اصناف: اختبار الكتابه الابداعيه، واختبار التذوق السينمائي، واختبار الورشه الابداعيه. طيب يعني ايه اصلا كل اختبار منهم؟ وهل انا كطالب خارج من ثانويه عامه لسه بقدم في المعهد ما اتعلمتش اي حاجه عن السينما المفروض ان انا اجتاز كل الاختبارات دي ازاي؟ انا هقول لك نستعد ازاي لكل اختبار في كل قسم من اقسام المعهد. نبدا الاول في اول فيديو في اقسام السيناريو والاخراج والمونتاج والانتاج. وليه اخترت الاربع اقسام دول مع بعض في فيديو واحد؟ بكل بساطه لان امتحاناتهم متشابهه، واحيانا بيكون الامتحانات بتاعتهم واحده في بعض السنوات، وفي بعض السنوات تانية بينفصل قسم الانتاج عن الثلاث اقسام التانية وبيكون اختبار منفصل. لكن في العموم هم اختباراتهم اختبارات واحده. طب ازاي اجتاز الاختبارات ديت؟ تجتاز الاختبارات ديت لما تفهم فكرتها في البدايه. هو الدكتور بتاع معهد السينما ده عايز يختبر عندك ايه بالظبط؟ هو باختصار شديد جدا وبتعريف بسيط قوي عايز يعرف منك ازاي بتحكي الحدوته وازاي بتتفرج على الفيلم. بس كده في ثلاث اختبارات. تعالى كده نمسك كل اختبار منهم ونفصصهم واحده واحده، وهنعرف ازاي ان الاختبار ده مقصود بيه ان انا اشوفك ازاي بتحكي الحدوته. طيب نشوف اول اختبار عندنا، وهو اختبار الكتابه الابداعيه في قسم السيناريو والاخراج والمونتاج والانتاج. دايما بتلاقي الاختبار ده متقسم لكذا جزء هتكتب فيه كتابه ابداعيه بانه يديك فرضيه معينه ويطلب منك ان انت تعمل لها تصور سمعي وبصري، وغالبا القسم اللي بعده بيكون عن رايك في قضيه معينه من قضايا السينما، وغالبا بتكون قضيه من القضايا اللي موجوده على الساحه في الوقت الحالي. والقسم الثالث من الامتحان بيكون في المعلومات العامه. طيب ازاي بقى ان انا احل الامتحان دوت؟ مش انا قلت لك من البدايه ان هي فكره الامتحان بان هو عايز يشوفك انت بتحكي الحدوته ازاي؟ الفرضيه اللي هو اداها لك واللي ظاهر منها نموذج على الشاشه هنا دلوقتي، هو المقصود بيها ان هو يختبر قدرتك على الحكي، يشوف خيالك واصل لحد فين. فبالتالي لازم تعرف انه مش مطلوب منك ابدا انك تتعلم كتابه السيناريو علشان تدخل الامتحان، ومش مطلوب منك ابدا ان انت تتعلم فورمات السيناريو ده بيتكتب ازاي علشان تكتب الفرضيه ديت، ولا مطلوب منك ان انت تتعلم اي حاجه ليها علاقه بالكتابه النوعيه وكتابه السينما والى اخره. لكن ببساطه قول لي هتحكي الحدوته ازاي؟ يعني باختصار شديد جدا، لو انت هتحكي الحدوته دي على الشاشه هتحكيها ازاي بصريا وسمعيا؟ يعني مثلا لو قلت لك ان الفرضيه اللي موجوده قدامك ان في خبر في الجريده بيقول ان في تمساح خرج من بلاعه في ميدان الجيزه، هحكي الحدوته دي ازاي بقى؟ ممكن مثلا احكيها من منطقه الكوميديا، من المنطقه الهزليه، واشوف التمساح ده بانه ليه كاركتر معين وكان عايش في منطقه معينه وحاول يهرب من صحابه وبعدين لقى نفسه فجاه في ميدان الجيزه. طيب هكتب الكلام ده في شكل موضوع تعبير؟ لا طبعا، انا محتاج اكتب حدوته ليها بدايه ووسط ونهايه. لازم ابدا الاول اوصف الاجواء بتاعه الميدان، الزحمه واللخبطه والعربيات والكلاكسات، وفجاه في بلاعه بتتفتح، البلاعه يخرج منها راس تمساح، وهكذا. واحكي الحدوته كما لو كنت شايفها قدامي على الشاشه، وكما لو كنت بعرضها لجمهور على الشاشه بشكل بصري وسمعي. طب اذاكر ازاي؟ استعد ازاي علشان ادخل في امتحان الكتابه الابداعيه واكتب التصور السمعي البصري بشكل كويس؟ والله حاول تكون قصص من مصادر مختلفه، اقرا اخبار في الجرايد مثلا، وهات الفرضيه اللي مكتوبه في الخبر بتاع الجورنال واحكي بيها حدوته. وطبعا لازم نقرا روايات ونقرا ادب، قصص قصيره، علشان نعمل باللي بنقول عليه كده تغذيه الذاكره، يكون عندك محصله من كل الحاجات اللي انت اطلعت عليها وقراتها، وبالتالي الكتابه تبقى بالنسبه لك شيء مألوف، فتقدر تحكي الحدوته بسهوله وانت بتكتبها. وطبعا تبقى متابع اخر الاخبار السينمائيه في مصر والعالم العربي، واخر الاخبار السينمائيه في العالم كمان، علشان تقدر تكون رأي في مسألة سينمائية هيسألك عليها في الامتحان، فتقدر تكتب رأيك. لكن أنا مش متابع اللي بيحصل في العالم، مش متابع السينما المصرية فيها إيه، فأكيد مش هعرف أكتب رأيي قوي. وهي الخطوة اللي أنا قلت لك عليها دي بتاعة الاطلاع والمتابعة
وانك تشوف ايه الاخبار هتوفر عليك قوي في الامتحان في سؤالين، في السؤال اللي ليه علاقه برايك في قضيه سينمائيه، وفي السؤال الثاني اللي بيسالك فيه عن المعلومات العامه. لان غالبا المعلومات العامه في الامتحان بتبقى ليها علاقه بمحصلتك اللي انت حصلتها من معلومات طوال الفتره اللي انت بتطلع فيها وبتقرا فيها وبتكون محصلتك السينمائيه. طيب نخش بعد كده على امتحان التذوق السينمائي. امتحان التذوق السينمائي ببساطة شديدة جدا أنا عايز أشوفك أنت بتتفرج على الفيلم إزاي. بتتفرج على الفيلم بعين المتفرج الطبيعي العادي ولا بعين الفنان الفاحصة؟ بتعرف تقرأ اللي بين السطور كده اللي بيتقال بين الكلام في الفيلم؟ بتعرف تتذوق الجماليات في الصورة؟ بتعرف تتذوق الجماليات في الإخراج؟ بتعرف تحلل الشخصيات الدرامية وتعرف الشخصيات الدرامية دي دوافعها إيه والصراع اللي بتخوضه، مين خصمها اللي هي بتتصارع معاه، مين حلفائها اللي بيساعدوها عشان تحقق هدفها، ازاي بتتحول الشخصية دي من حاجة لحاجة تانية ومن شيء لشيء تاني. بتقدر تتذوق استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية في شريط الفيلم ولا بتتفرج بقى كمشاهد عادي جدا. هو ده الهدف من اختبار التذوق السينمائي، ان الممتحن يشوفك انت بتتفرج على الفيلم ازاي. طيب هيكون شكله ايه اختبار التذوق السينمائي ده؟ بالنسبه للاقسام سيناريو، اخراج، مونتاج، وانتاج، انت حضرتك هتروح المعهد في وقت الامتحان، هتدخل قاعه العرض السينمائي، هيشتغل فيلم وهيكون معاك ورقه بسيطه كده تاخد فيها ملاحظات وانت بتتفرج على الفيلم، وبعد كده هتاخد الورقه دي وهيبقى في بريك تقريبا 10 دقائق وتدخل على الامتحان ويبقى معاك كراسة الإجابة وورقة الامتحان اللي مكتوب فيها سؤال اكتب انطباعك عن الفيلم الذي شاهدته، ومطلوب منك ان انت تكتب تحليلك للفيلم السينمائي اللي انت اتفرجت عليه. بس خد بالك انت مطلوب منك ان انت تحلل سينمائيا، مش مطلوب منك ان انت تحكي الحدوته. وبرضه خد بالك ان احنا في فيديو تاني في السلسله بنتكلم فيه بالتفصيل عن التذوق السينمائي، فعايزك بقى تعمل اشتراك في القناه عشان الفيديو ده لما ينزل يوصلك على طول. طب استعد ازاي بقى لامتحان التذوق السينمائي؟ اول حاجه انت لازم يكون عندك محصله سينمائيه. طب اعملها ازاي ديت؟ بالمشاهده. اتفرج على افلام، اتفرج على افلام عربيه، افلام عالميه. اتفرج، عندك قائمة أفضل 100 فيلم مصري، نزل القائمة دي واتفرج عليهم كل يوم فيلم، وحاول تحلل الفيلم اللي انت بتتفرج عليه. اسأل نفسك أسئلة، هو المخرج يقصد ايه بالكادر ده؟ يقصد ايه بالتكوين ده؟ اللون الأحمر جوه الكادر معناه ايه؟ النور والظلال اللي موجودة على وش البطل معناها ايه؟ وفي كتاب ممكن يساعدك جدا انك تستعد لاختبار التذوق السينمائي، والكتاب ده هو كتاب فن الفرجة على الأفلام. هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وممكن مثلا تعرف مين هو مخرجك المفضل، ادرس الراجل ده بشكل متعمق شويه، اتفرج على افلامه بالكامل وحاول تحللها وحاول تفهم هو عايز يقول ايه من كادراته، هو عايز يقول ايه من توظيفه للشخصيه الدراميه في الموقف ده بالذات. والنصيحه الاخيره بقى واللي دايما بنصحها لاي حد رايح يقدم في المعهد العالي للسينما، حسن خطك، حسن خطك، حسن خطك. انت ممكن تكتب تحليل سينمائي عبقري بس للأسف خطك الوحش مش هيخلي الممتحن يقرأ تحليلك كويس. فحسن خطك، لأن خطك ده هو الوسيلة اللي بتنقل بيها أفكارك للممتحن علشان يقدر إن كنت فعلا بتقدر تتفرج على الفيلم بعين الفنان المحللة وعين الفنان الفاحصة ولا لا. بعد امتحان التذوق السينمائي بندخل بعد كده على الامتحان الأخير وهو امتحان الورشة الإبداعية. في الورشة الإبداعية أنت بتبقى قاعد جوه المعهد 4 أيام، بتحضر كل يوم من الساعة 9 صباحا مثلا، بتخلص الساعة 2 و3 الظهر. طيب بتعمل إيه؟ قاعد مع دكاترة القسم بالكامل، وكل اللي انت عملته في امتحان الكتابة الإبداعية وفي امتحان التذوق السينمائي هنعمله مرة تانية ولكن بشكل مفصل ودقيق. هتتكلم في الأفلام، هنتكلم في مخرجينا المفضلين، هنتكلم في كتاب السيناريو المفضلين بالنسبة لنا، هنحلل أفلامهم، هنتكلم على أفلامهم ونتناقش فيها، وكمان هناخد تدريبات معينة ونشتغل عليها بمساعدة الدكاترة أو نعملها من نفسنا بدون مساعدة من الدكاترة. طيب إيه مثلا نوعية التدريبات اللي ممكن تطلب مني في اختبار الورشة الإبداعية؟ لو أنت مثلا بتقدم في قسم السيناريو ممكن تشتغلوا مع بعض على تدريب إنك تبني شخصية درامية، أو مثلا تكتب قصة جزء تاني لفيلم اتفرجنا عليه مع بعض. طيب لو أنا هقدم في قسم الإخراج، إيه التدريبات اللي ممكن تطلب مني في امتحان الورشة الإبداعية؟ ممكن مثلا يطلب منك إنك تقرأ سيناريو معين وتقول لو أنت هتخرجه ممكن تخرجه ازاي. ممكن مثلا يطلب منك كمان ان انت تحكي حدوته في 10 صور. ممكن كمان يطلب منك ان انت تاخد مشهد معين وتبدا تتعامل مع زمايلك ان هم ممثلين وتوجههم يمثلوه ازاي. طيب في قسم المونتاج نفس اللي بيحصل،
ولكن ضيف عليه كمان ان هيبقى فيه اسئله خاصه ببرامج المونتاج اللي المفروض يكون عندك عنها خلفيه قبل كده، زي ادوبي بريمير، فاينل كات، دافينشي ريزولف مثلا. لكن الاساس ان احنا هنا برضو بنتناقش في السينما وبنتكلم في السينما وبنشوف الافلام اللي احنا اتفرجنا عليها على مدار حياتنا. طب ازاي استعد بقى لاختبار الورشه الابداعيه؟ نفس الاستعدادات بتاعه الكتابه الابداعيه والتذوق السينمائي. المحصله السينمائيه يا صديقي، لازم تتفرج على افلام. أوصيك بقائمة أفضل 100 فيلم مصري. نزل القائمة، اختار الأفلام منها، اتفرج كل يوم على فيلم. أفلام الأوسكار اللي فازت اتفرج عليها، شوف مين مخرجك المفضل واتفرج على كل أعماله، وذاكر الراجل ده بشكل متعمق أكتر علشان يكون عندك محصلة سينمائية تقدر تناقش فيها في اختبار الورشة الإبداعية. وبس كده. لو شايف انك استفدت من الفيديو ده اعمل لايك، ولو شايف ان في غيرك ممكن يستفيد منه اعمل شير، ولو انت على اليوتيوب وعايز تعرف اكتر عن فيديوهاتنا لاجتياز اختبارات المعهد العالي للسينما اعمل دلوقتي سبسكرايب، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. شكرا ليكم واشوفك في فيديو جديد.